السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا؟ بجد بجد بشكر كل حبايبي اللي دخلوا ونوروني بالاشتراك في القناة بتاعتي. ولو اول مرة طبعا تشوفوا الفيديوهات بتاعتي او القناة بتاعتي، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. وطبعا اهم حاجة ما تنسوش اللايك، عشان في ناس بتتفرج على الفيديو كله وبتنسى تحط اللايك الجميلة بتاعتكم ديت. ربنا ما يحرمني منكم يا رب، ومن احلى متابعين في الدنيا. نخش بقى كده على الفيديو بتاعنا. طبعا كانت آلاء بتتوحم على فسيخ. يعني هي كانت بتقول في من ضمن برضو الكلام في الفيديو ان هي بتقول بقالها 4 شهور بتتوحم على فسيخ. يعني معنى كده ان آلاء حامل بقالها 4 شهور، يعني ممكن كده تكون في الشهر الخامس. ادينا كده عرفنا بقى ايه آلاء فين في الشهر كده الخامس، لان هي بتقول بقالي 4 شهور بتوحم على اكل الفسيخ. يعني معنى كده ان هي كانت حامل من قبل طبعا ما تطلع وتقول لنا ان هي ايه، ان هي حامل، لان هم لسه قايلين الشهر اللي فات يعني ان هي ايه حامل. عامه ربنا يكمل لها على خير. وطبعا ايه، هما برضو ماشيين بالمثل اللي هو ايه، داري على شمعتك تقيد. وزي ما حسن بيقول وفرختك تبيد. فربنا يكمل لك على خير. وطبعا انتوا عارفين اللي هم كلهم بيحبوا يطلعوا كده يقولوا بس بعد ما ربنا يكرمهم كده ايه ويتمم الحمل كده على خير يعني ويثبت بعد اول 3 شهور كده ما يعدوا على خير. عشان كده هما بيطلعوا يقولوا لنا بايه على في الشهر الرابع بقى كده ان هي حامل. ديت كده معلومة عرفناها من الفيديو اللي هم نزلوه. وتاني معلومة كده هوت ان شاء الله يعني بإذن الله ان هي هتجيب ولد. لان هي بتقول انا كان نفسي في فسيخ، وعشان خاطر النونو في بطني ايه دلوقتي انت حاسس ايه بالريحة ومستمتع ومش عارفة ايه، وانت اللي كان نفسك كده. ومحمد برضو قال عشان خاطر الواد ما يطلعش في وشه في سخاية ومش عارفة ايه. يعني المهم اللي هم كل كلامهم كانوا بيقولوا ان هو ولد. وبعد كده هو راحت جايه ايه، اما حست بقى طبعا اللي هي بتقول الولد، قالت النونة اللي في بطني. فما انت فاهمين انتوا ازاي؟ لا بس احنا حاسين كده من كلام آلاء وكلام محمد ان هي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله كده هتجيب ولد. طبعا هما مش هيعرفوا يقولوا دلوقتي غير هيستنوا شوية طبعا اما يعملوا الحفلة بتاعة جنس المولود. ديت اكيد محمد طبعا هيعملها. اكيد هيعمل بقى حفلة كده هوت جنس المولود، ويعلن بقى ويقولوا ساعتها آلاء هتجيب ايه، ولد ولا بنوتة. عامة هي عطية ربنا كلها حلوة، وربنا يرزق كل مشتاق ولد بنت، ربنا يخليهم لهم يا رب. واهم حاجة ان هي تقوم بالسلامة وتقوم وتجيب طفل كده سليم وعافى. بس احنا بقى لينا عتاب كده على آلاء. على آلاء، يعني مش هنقوله محمد بقى، يعني مش عارفين هي آلاء ولا محمد، بس احنا اللي شايفينه من آلاء هي بدأت بتتكلم مع محمد بطريقة مش لطيفة. حتى حد كان كاتب لها في التعليقات عندها هي في القناة بتاعتها برضو ان طريقتك ما بقتش حلوة يا آلاء مع محمد. يعني بقيتش بتعلي صوتك على محمد وبقيتش تسمعي كلام محمد. كنتش الاول بتقوله حاضر ونعم وطيب وما بتستنيش كلمة عليه، الكلمة اللي هو يقولها لك تقول له حاضر يا محمد وهو ياكل الاول قبل ما انت تاكلي. شايفينك انت اللي ما شاء الله الله اكبر اخدتي الفسيخ ومش عايزة تديله. يعني الطريقة اتغيرت خالص، غير الطريقة بتاعت زمان اللي كان محمد مبين بيها آلاء، واللي كانت حتى آلاء مطلعاه فيها اللي محمد ده سيدها وتجرسها. حتى الناس كانوا عمالين ينتقدوها ويقولوا لها لا ده تجرسك انتي ومش عارفة ايه والكلام ده كله. فاهمين يعني فاهمين فاكرين الكلام اللي هو كان حاصل قبل كده دوت، اللي كانوا بيقعدوا ينتقدوها كده هوت في المتابعين. يعني كانت مبينه لنا لا ده انت اكلت كاني انا اكلت، وكل انت الاول واشبع انت الاول. فاكرين الكلام دوت بصراحه. وحاضر يا محمد، ومحمد اول ما يقول لها اي كلمه تروح جايه تقول له حاضر يا محمد، ماشي يا محمد، خد يا الاء حاضر يا محمد، وتيجي تجري دلوقتي عمال يقول لها ما تطلعيش ورايا. هي عايزه تقوم تجري وتطلع، يقول لها استني، تقول له انت جايب مين معاك، يقول لها اصبري ما تقوميش خليكي قاعده.
صح يا جماعة، بالله عليكم ادعوا لزياد، عشان خاطر تعبان، وبيقولوا ادعوا لي عشان تعبان جدا. وكان تقريبا مش عارفة بياخد إبرة أو بيعمل تحليل، حاجة زي كده. فادعوا له، بان عليه اخد دور برد جامد، من اللي هو الدور اللي ماشي الأيام ديت. فادعوا له ربنا يشفيه يا رب كده ويقومه بالسلامة، عشان كان منزل الصور ديت وبيقولوا ادعوا لي ربنا يشفيه يا رب ان شاء الله ويقومه بالسلامة. وخلي بالكم يا جماعه، عشان فعلا دور البرد المنتشر الايام دوت شعيني في ناس كتيره كده اخداه، ودور صعب، ربنا يشفي كل مريض يا رب. ماشي ديت كده حاجة. نكمل بقى كلامنا تاني على لولو القمر. على آلاء، احنا طبعا يا آلاء بنقوله كده هوت من حبنا فيكي، فلازم احنا طبعا المتابعين اللي بنشوفوكي، فاحنا طبعا لازم نقولولك الصورة عشان خاطر نوريكي يعني المتابع دلوقتي شايفك ازاي. كان الاول حابب طريقتك مع محمد، واللي انت بتقولي حاضر لمحمد وطيب لمحمد، وما كنتيش مقصره معاه في حاجه. دلوقتي عمال يعني اتكلم كتير، احنا حسينا محمد فعلا اتكلم كتير. اصبري، ما تقوميش، خليكي قاعده، ما تطلعيش ورايا. وهي تقول له لا، انا هطلع، انا هقوم، انا يعني عارفين مش حاضر. فاكرين حاضر بتاعت زمان ديت اللي كانت الاء على طول بتقولها لمحمد؟ حاسين دلوقتي في الفيديوهات بتاعتهم ما بقتش الاء بتقولها زي الاول. وبرده زي ما كان مقلب الخاتم، قالت له خد اهو يا حبيبي الخاتم بتاعك، خد روح بيعه، وراحت جايه ماسكه حتفاه على الكرسي بتاع الانتريه. برضو الطريقه وما كانتش حلوه من الاء. فبصراحه لا، احنا مش حابين الاء بالشكل دوت ان احنا نشوفوها بالطريقه ديت او بالاسلوب دوت مع محمد. حتى المتابعين كتيره قوي اتكلموا في الحته دي، وكتبوا لها وقالوا لها لا يا الاء ارجعي زي ما كنتي، بطريقتك كده الكيوت، انك بتتكسفي وبتسمعي كلام محمد. هم كانوا حابينك كده لان انت كان لايق عليكي، او اسلوبك دوت كان حلو. يعني الاسلوب التاني بقى كده اما اتغير اللي انت فيه دلوقتي مش حلو ومش عاجب المتابعين. فعايزين آلاء ترجع زي ما كانت، ان هو حاضر يا محمد، طيب يا محمد، تسمع كلامه في اي حاجه. ده انت تشيليها من بقك وتديها له زي ما بيقولوا، مش عمال يمد ايده على الفسيخ، عماله تقولي له لا انت مش هتاكل، لا يا حبيبي مش عارفه ايه، وانا اللي هاكل الاول، وعماله ما شاء الله تاكلي تاكلي. انت كنتش الاول قبل ما تاكلي كنتش بتدي في بق محمد وكنتش بتاكليه. فاحنا الصراحه عايزينك ترجعي زي ما كنتي كده يا لولو يا قمر، واحنا بنحبوكي طبعا، عشان كده المتابعين بتنصحك. وتاني حاجة بقى برضو بنقولها لك، اللي انت تخلي بالك من حتة الفسيخ. انت عمالة تاكلي حادق. انت برضو في تالين كان عندك صديد، لو تفتكري، كان عندك صديد بسبب اكل الحادق والمالح والكلام ده كله. وكانت عمالة تدور على الفلفل الحامي. يعني انت برضو الفلفل الحامي كانت بتفتح التلاجة وبتدور على انها تاكل فلفل حامي. طب ما كل دوت كده غلط. انت ممكن في الاول كده ما بتحسيش، بعد كده بتيجي في الشهور بتاعتك الاخيرة وبتبقي تعبانة. فاكرين لو تفتكروا كانت محمد اخدها للدكتور وبيقول لها انت عندك صديد واملاح كتيرة، وكانت بتاخد علاج. فخلي بالك برضو من صحتك. الموالح ديت كده غلط. يعني انت خلاص اكلتي فسيخ كده بالهنا والشفا، المفروض بقى ما تاكليش تاني فسيخ لغايه ما تولدي، عشان يعني الكلى عندك ما تتاثرش بالموالح والحوادق والكلام ده كله. هو عامه مش حلوه عامه الحاجات الحادقه والمالحه ديت اما تكون الواحده حامل. اما تقومي بالسلامه ان شاء الله تبقي تاكلي، وبعدين تكوني عملتي مشروع الفسيخ. يعني هو محمد كان بيقول الا بتفكر تعمل مشروع فسيخ هنا في الامارات. فممكن نشوفه كده الايام الجايه كده بعد ما تولد الاء ولا حاجه، تعمل مشروع فسيخ، تجيب البوري بقى وتملحه وتبيعه هناك في الامارات. هيبقى برضو مشروع كويس. يعني هي الاء من كتر حبها في الفسيخ، هي في ناس كده عشقها الفسيخ بتحبه قوي قوي، فمن كتر حبها في الفسيخ هتعمل مشروع ان هي تبيع فسيخ. فاحنا بنقول لك ان شاء الله ربنا يكرمك كده وتقومي بالسلامه ان شاء الله، وتجيبي احلى طفل كده سليم معافى عن قريب. طبعا احنا مستنيين المفاجاه اللي محمد قال عليها لآلاء. طبعا الناس كلها توقعت حاجات كتيره، بس اكيد محمد ما فيش ولا مفاجأة من الناس توقعتها. انتوا عارفين محمد وحمدي وعيلة حوارات كلها بتفكر بره الصندوق، بتبقى المفاجأة كده ولا على البال ولا على خاطر ولا حد يتوقعها. فاحنا طبعا قاعدين مستنيين ونشوفوا بقى المفاجأة الجاية اللي محمد عاملها لآلاء، يا ترى هتكون ايه؟ ان شاء الله طبعا هتكون حلوة ويفرح آلاء بيها.
طبعا دوت يا متابعيني الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. وما تنسوش طبعا اختكم باللايك والدعوه الحلوه كده بصلاح الحال ليا وليكم. وما تنسوش اللايك الجميله بتاعتكم، هتوحشوني واستنوني في فيديو جديد. مع السلامه، مع الف سلامه، سلام.